في خلال فيديو النهارده هنشرح كوميك دوم، وبلاش ان احنا نطول وتعالى نخش في الفيديو. الكوميك بيبدا معانا بان احنا بنشوف دكتور دوم بيطير في الفضاء، البدله بتاعته باين عليها ان هي متدمره على الاخر، وبنلاقي انه في حد بيلاقيه وهو طاير في الفضاء، والشخصيه دي بتكون هي فاليريا ريتشارد بنت ريد ريتشارد وسو ستورم. ولما بنلاقي السفينه بتاعتها بتقرب من دكتور دوم بيعرفوا ان هي اعضائه الحيويه قربت تختفي من على اجهزه النبض، وبالتالي هو حرفيا دلوقتي عمال بيموت قدامهم، يدوب لحظات او ثواني وخلاص هيتصفى. وبيحاولوا يقروا شويه فحوصات عن جسمه من وهو بره، ولكن بيعرفوا ان هو مستوى نجاته تحت المعدل الطبيعي، والدرع بتاعه او البدله تعتبر هي متدمره. بيستغربوا ازاي فيكتور كان قادر ان هو يستحمل البدله بتاعته دي، وده يعني لما هو كان عايش. وفاليريا بترد وبتقول ان هو السبب اللي خلاه عايش كل ده كان هو السحر، وبيبداوا ياخدوه على السفينه. وفاليريا بتكمل كلامها مع هيربي عشان يحاولوا ان هم يرجعوا دكتور دوم للحياه تاني، وكذلك برضه عشان يعالجوه ويخبوه في مكان امن بحيث ان هو يقدر يسترد القوه بتاعته تاني. ولما بتسوق السفينه بتعدي جنب راس كبيره لبدله دوم، ودي كانت تعتبر راس البدله الكبيره بتاعه دكتور دوم، لان هو كان عنده بدله كبيره باسم دوم باتل تايتن، ممكن تقول ان هي اشبه بروبوت كبير جدا. فالراس بتاعتها طبعا قدامك باين ان هي مقطوعه وعماله بتطير في الفضاء. واللي بيحصل ان هم بيدوا لدكتور دوم مصل السوبر سولجر سيرم، ولكن بالتدريج بنسبه 1%، وهو بيفوق وبعد كده بيقول لفاليريا هو ايه اللي حصل، وهي بتقول له ان انت خسرت، وده لما انت كنت بتواجه جالاكتوس. وبتعرفه ان هو هيربي دخل في ذاكره البدله بتاعه باتل تايتن واسترجع الذكريات اللي هي حصلت مع دكتور دوم بتاعه المعركه، وهي شافته ان هو خسر. وبتقول له ان هي رجعت الحسابات واكتشفت ان هو كان هيقدر يستحمل اكتر، ولكن اللي مكانش عارفه هي رحله جالاكتوس نفسه، او ايه هي اساسا الخطه بتاعه جالاكتوس اللي هو كان بيحاول ينفذها. وبتقول على دوم ان انت افترضت ان انت عارف هتعمل ايه، وانت اتصرفت بسرعه، وده كان غباء. ولما بيسالها على ابوها ريد ريتشارد وامها وكذلك برضو الناس اللي باقيه، هي بتقول له ان هم كانوا انانيين وقاعدين مستنيين. والفكره ان هي بتقول له ان انت كنت فاكر ان جالاكتوس هيفضل مكمل رحله الغزو بتاعته، وان هو يفضل ياكل في الاكوان ويدمرها. وللاسف الباقي كانوا فاكرين ان هو جالاكتوس هيعمل اللي هو عايزه وبعد كده هيبطل ويسكت. وبتعرفوا ان هو دمر بدله الحرب بتاعته وبعدها دمره هو نفسه. وهنا كمان جالاكتوس ما وقفش، ولكن فضل يكمل في الرحله بتاعه الغزو بتاعته. ودلوقتي الكلام بيبدا يوضح لما هي بتفهمه من الكلام بتاعها ان هو جالاكتوس كان بيتنقل بين الاكوان ببطء، ده بحيث يلاقي الكون اللي هو هياكله وبعد كده ياكله او يدمره، وكان بيحافظ على الطاقه بتاعته وبيراقب شهيته. ولكن الوضع دلوقتي بقى سيء، ان جالاكتوس اللي هو كان بياكل كون او كونين بحيث ان هو يحافظ على التوازن، دلوقتي هو اتجنن وبقى مش همه موضوع توازن العوالم ولا مراقبه الشهيه. يعني بمعنى صح ما بقاش ماشي على نظام ان هو يدمر كون واحد بحيث ان هو يحافظ على التوازن الباقي، ودلوقتي بقى عنده مجاعه. وبعد ما هو ما هزمك هو انتقل من عالم للتاني وموت كل الشخصيات اللي فيه، وكل كل الناس وعوالم كتير برضو اتدمرت، في مجتمعات انهارت وحضارات كامله اتمسحت من التاريخ. وفضل ياكل في عالم ثم التاني ثم التالت وهكذا لحد لما وصل للعالم بتاعنا. وبنعرف من كلامها ان هو بالفعل دكتور دوم وريد ريتشارد اكتشفوا اللي كان جالاكتوس عمال بيعمله والجنون اللي هو وصل له. ولكن هنا في النقطه دي دكتور دوم قرر ان هو يتحرك ويروح يضربه، لكن بالنسبه لريد ريتشارد فهو قال ان هو هيحاول يحل المشكله كالعاده، وده خلاه ان هو يجمع كل الابطال والفيلنز من كوكب الارض عشان كلهم يتحدوا ضد جالاكتوس. وراحوا كلهم بالفعل عشان يواجهوه، وهنا حرفيا كل الشخصيات اللي ممكن تتخيلها سواء اكس مان، فانتاستيك فور، سبايدر مان، فينوم، ديدبول، وكمان برضو ضيف عليهم الافينجرز، حرفيا ما فيش حد ما راحش. ولما كل الناس دي واجهت جالاكتوس هو في الاخر هزمهم كلهم، وبعدها سبب الكون بتاعهم فاضي متدمر ما ينفعش يبقى عليه اي حياه تاني ولا حد يعيش عليه. وده يعتبر هو حصل من سنين، ومن وقتها فاليريا كانت بتحاول ان هي تدور على دوم. ودكتور دوم بيسالها طب انت ازاي هربتي لما كل الابطال والفيلنز كلهم ماتوا؟ هي بتقول له ان هي كانت شبهه، هي كمان كانت مهتمه ان هي تنجو بنفسها زيه بالظبط. وهو بيرد بيقول انه دوم مش بينجو ولكن دوم بيتحمل. ودوم بيسالها يعني ايه كده كله مات؟ يعني انت قصدك ان احنا بس الاتنين اللي لسه عايشين ومفيش اي حد تاني قدر ان هو يوقف جالاكتوس؟ وهي بتقول له ان هم حاولوا بالفعل، حاولوا ان هم يقفوا ضده، وحراس الكون حاولوا برضو يجتمعوا ويقابلوا جالاكتوس خارج الفضاء، ولكن برضو هم كمان واتهزموا هزيمه اكتر من الابطال اللي كانوا موجودين على كوكب الارض. وبرضو ده ايوه بيخليني انا وانت الوحيدين اللي لسه عايشين. وهنا دوم بيقول لها ان هو عايز الدرع بتاعه او البدله بتاعته تاني، وهي بتقول له لا انت هتحتاج اكتر من البدله بتاعتك المره دي، لان البدله بتاعتك العاديه مش هتفيد في شيء، انت لازم يبقى عندك شيء اكبر. وتعرفوا ان هي زرعت له دم سماوي او سيليستيال جوه المصل بتاع الدم البشري، وده بجانب المصل بتاع السوبر سولجر سيرم اللي هو اتحقن بيه في الاول، وده لما هيربي اداهوله، وده هو اللي هيمنعه من الموت. وبالنسبه للدرع او للبدله فهي بتديله بدله بتكون مزيج بين الفايبرينيوم واليورو معدن، بحيث ان هو يدي للبدله قوه ومتانه، والتاني عشان يشتغل زي قناه للثلاث مكعبات الكونيه اللي هتديله طاقه، سواء ليه هو كدكتور دوم او للبدله
بتاعته. وهنا دكتور دوم بيفرح باللي فاليريا بتقوله، ولكن هي بتقول له ان هي لسه ما خلصتش اللي عندها. ودوم هنا بيقول ان هو فهم دلوقتي ليه هو وريد ما كانوش فاهمين دوافع جالاكتوس في البدايه، ولكن انت اكتشفت الموضوع من الاول صح؟ وهي بتعرفه ان هو من يومين شافت مجره لولبيه بتاكل سحابه محطمه، وده كان يعتبر شيء ثانوي مش مهم وقتها. ولكن اللي حصل انه جالاكتوس قابل السيليستيالز، وفاليريا شافت المعركه بينهم على بعد شويه سنين ضوئيه، وجالاكتوس خرج عليها قوه مئات العوالم اللي كلها وموت حكام السيليستيالز. وفاليريا بتقول ان هي شافتهم وهم بيموتوا، وبتعرفه وبتقسم ان هو مشهد موت المجموعه الكامله دي كلها كان يا ريتها ما كانت شافته من البدايه، مشهد مقرف ومحزن. وده لان جالاكتوس دلوقتي خارج السيطره. وبتقول له اما سؤالك عن ليه جالاكتوس عمل كده فلسه ما اكتشفتش اجابه للسؤال ده. ودكتور دوم بيرد عليها بيقول لها ان هي الاجابه قدامك، واللي هي الجهاز بتاع التيميت نوليفير، واللي هو الجهاز قاتل للاكوان ومنشئ الاكوان، واللي هو يعتبر نقطه ضعف جالاكتوس من الكوميكس. وبيقول انه شكل جالاكتوس زهق ان هو يستنى دوره في ان هو يشوف نهايه كون وولاده كون تاني من الدمار. ودكتور دوم بيعرف كده ان هو هيدمر كل شيء، وبيقول ان هم هيحاولوا يوقفوه، وبيحذرها في البدايه ان هو اكيد كده هيبقى عنده خدم او اتباع ليه جدد. وده كالعاده لان جالاكتوس عنده خدم بحيث ان هم يحموه لحد لما هو يشحن الاله او الالتيميت نوليفير بالطاقه اللي هو اكتسبها. وبنعرف من كلام الاتنين مع بعض ان هي الاله احتماليه ان هي تتدمر مش كبيره قوي، ولكن دوم بيقول ان هو هيحاول، وبيقول لفاليريا ان هي تروح ناحيه الاله وهو هيتعامل مع نسخ موليكيول مان. وبعد كده بيودعها وبينط من السفينه، وبينهي كلامه على انه في اضعف لحظاته هو قوي عشان يواجه اي خصم حتى لو ده هيؤدي لموته. وبينط تحت قدام نسخ موليكيول مان وبيستخدم الطاقه الجديده بتاعته. وفي نفس الوقت دوم بيبقى عمال بيفكر في ايه اللي خلاه يوصل للمرحله دي، وبيبقى عمال بيتكلم كلام كتير، ولكن في النهايه بيهزمهم. وبيطمن على فاليريا وبيعرف ان هي وصلت هناك، ولما بتيجي عشان تخش بتخلي هيربي ان هو يدخل نفسه في السيستم او الجهاز المركزي، وبتساله انه في طاقه كبيره موجوده في المكان، وده اكيد معناه انه في قنوات. وفعلا هو بياكد لها انه فعلا في 5 قنوات. وفاليريا بتقول له هل نقدر نقفل القنوات دي؟ وهيربي بيقول ايوه، ولكن لو عملنا كده. وفاليريا بتقاطعه وبتقول له انا عارفه اللي هيحصل، اديني بس الصلاحيات بتاعه الدخول. وبعدها بنشوفها ان هي بتكلم دكتور دوم للمره الاخيره، وبتقول له ان هي عايزه تعترف له بحاجه، وهي ان هو دايما كان طيب معاها وبيحميها واعتنى بيها كويس، وعشان كده هي تعتبر حبته. وبعد كده بنشوفها بتدوس على الزرار اللي قدامها في الاله، والاله كلها بالكامل بتتدمر. وبكده فاليريا ريتشارد هي ماتت هي كمان. مفيش اي حد دلوقتي عايش ضد جالاكتوس غير دكتور دوم فقط. جالاكتوس بينصدم من الانفجار، وهنا طبعا دوم بيتصدم ان هي فاليريا ماتت، وبيتعصب وبيبدا هجومه على جالاكتوس، وبيعرف ان دي اللحظه الاخيره. لو دوم هيموت فهيموت وهو راسه مرفوعه. والكوميك بينتهي على ان الاتنين بيواجهوا بعض. طبعا بالنسبه للكوميك ده هو نزل كوميك واحد، منزلش مرتبط باعداد قديمه او بكوميكس تانية، لكن الفكره او السبب الاساسي اللي خلاني ان انا اشرحه دلوقتي ان هو روبرت داوني جونيور نزل الصوره بتاعت الكوميك ده على اساس ان هو بيقراه في الكواليس بتاعه تصوير فيلم افنجرز دومزداي. فده ان كان بيلمح على شيء فبيلمح على ان ممكن القصه دي نشوفها مش بالنص، ولكن في جزء كبير منها، او ممكن ناخد الستايل او الطريقه بتاعتها ونشوفها ان هي تحصل يا اما في خلال فيلم دومزداي او في خلال فيلم الفانتاستيك فور اللي هينزل السنه دي.